تروح عند الدولة تنهي الأمور. ثاني يوم رحنا لربيع للموصل ونهينا الإجراء. شخصيات وأعيان. الحقيقة الواحد يعني من أهم النجاحات اللي حققها في حياته هو أن يتعرف على الناس الطيبين، وهذه أكبر ثروة ممكن يقتنيها الإنسان. وواحد من الناس الطيبين اللي تعرفنا عليهم هو الأخ أبو عبد الله الشيخ فيصل، الله يجزيه خير ويبارك فيه. إنسان من البداية عرفت في دماثة الخلق والكرم والعلاقات الواسعة، يعني ما شاء الله يعرف الناس ليس فقط من شمر وإنما من العراق، كل أهل العراق يعرفهم ويعرف الدول العربية الأخرى، فشبكة واسعة من العلاقات، الله يجزيه خير ويبارك فيه. وتجد في مجلسه خيرة الناس ومن الشيوخ العشاير، ليس فقط من شمر وإن كان الغالبية من القبيلة المباركة هذه، الله يجزيهم خير. فالحمد لله يعني من الكنوز اللي تعرفنا عليها في هذا البلد هو الأخ أبو عبد الله، الله يجزيه خير ويبارك فيه. الحقيقة شمر الله يبارك فيها من أكبر القبائل العربية في شمال نجد، والصلة القوية بين العراق ونجد قوية جدا، وتمثلت بالهجرات المتواصلة للقبائل العربية من نجد إلى العراق. وكان من أكبر هذه الهجرات هي هجرة شمر، وشمر هاجرت إلى العراق على موجات على مر التاريخ، وسكنت العراق في كله، في من شماله إلى جنوبه، فلا تكاد تجد مدينة ومحافظة إلا وفيها من هذه القبيلة المباركة. طبعا الغالبية بالنسبة لهم هناك لا يحملون اسم شمر، وإنما يتسمون باسم الأفغاذ الكثيرة اللي يحملوها. لكن سبحان الله هذه القبيلة عندها قدرة على إنتاج الرجال، فحيثما تذهب ليس فقط في العراق وإنما في كل الأماكن اللي سكنت فيها تجد الناس اللي هم من هذه القبيلة المباركة هم وجهاء المنطقة، وهم القادة، وهم الناس اللي يعتمد عليهم في هذه المناطق. ولو يعني تأخذ من شمال البصرة، من البصرة إلى الموصل بالنسبة للعراق، في جميع المحافظات تجد من أبناء هذه القبيلة المباركة. شخصيات وأعيان. العراق بلد غالي على الوطن العربي ككل. ما نبغى نرجع للتاريخ ونجتر التاريخ من جديد وما حصل في العراق، لكن ذكرياتك في العراق خصوصا في قطعت مسافة أو أغلب عمرك في العراق إلى نهاية أعتقد عام 1426 تقريبا. 26 جيت للمملكة. نعم. خرجت من العراق متجه للمملكة. نعم. طيب أسباب هالخروج هل كان تحت ضغوط معينة؟ أنت طبعا انتقلت، أنت مثل اللي انتقل من بيته إلى بيته، يعني ما انتقلت لمكان غريب، لكن أسباب الخروج. لا الواقع العراق أنتم ما يخفى عليكم بعد الاحتلال. نعم. دخلت علينا مجاميع وناس ما تعرفه ولا تعرف عدوك من هو. لا تعرف عدو ولا صديق. ما تعرف عدوك ولا صديق. أحزاب وسياسات وإرهاب وعدة مجاميع. غياب للأمن. غياب الأمن. وأنا عايش في الموصل. احنا فترة سكن في الموصل. اي نعم، فترتنا الأخيرة. وبعد ذلك يعني أصبح الوضع الأمني غير طبيعي. انتقلت إلى ربيعة، البيتنا الثاني. احنا عندنا بيوت في ربيعة وعندنا بيوت في الموصل. نص المزار. وأنا يمكن متطرق إلى هذا الكلام سابقا. عشت البر القرى أو ذات ما ارتاح لحيل. أحب يعني عيشة المدينة. وذهبت إلى الأردن، ظليت فترة في الأردن، بعدين رجعت إلى العراق، وأصبح العراق دولة أشباح. هذا في 2006 ميلادي 2005. الجثث في الشارع وما تعرف عدوك منه. وأنا شخصيا حسيت يعني في خطر لو ما أعرفه شنو. الأجواء كلها خطر. حتى انتقلت إلى
العربية، المملكة العربية السعودية، جميل. وجينا والله يعز المملكة، شفنا فعلا بلدنا الثاني، فعلا شعبنا، فعلا اخواننا، فعلا حكومتنا، يعني من الامراء الله يحفظهم الى الشعب الى ابسط شخص، ما تشوف الا الطيب والرقي والاحترام. الله لا يغير علينا يا ابو عبد الله، الله ولا يغير على الوطن الله يديم العربي عليكم ان شاء وعلى الله. الوطن العربي ككل. نتمنى نعم. باسم كل عربي، باسم كل مسلم، ان الله يرفع الغمة عن الوطن العربي وعن ما يحصل من بعض الثورات اللي أخلت بأمور كثيرة في البلدان. لكن خليني أتكلم عن جزئية أيضا مهمة المشاهد حريص عليها. قبائل شمر، كمعلومة لديك معلومة عن العدد الفعلي لقبائل شمر في العراق؟ والله نقدر أو لا تقريبي. بس أبو ناصر، يعني أنت من تقول علي خطر يا الواحد، الواحد يقدر يقول علي خطر ويمكن هو ما عليه خطر إعلاميا، بس أنا أحاول أكمل لك يعني الموضوع. يعني فعلا كان استهداف، يعني نحسه ما نعرفه. بعد ذلك قاموا بتفجير مسكني في الموصل اللي هو بيت والدي وصار لي، وفجروا المكتبة، مكتبة الوالد الضخمة طبعا، مكتبة ضخمة، يعني أخذت إعلاميا، وحتى وزير الثقافة العراقي والشعب وانزعاج الناس يمكن أقول لك ريح نفوسنا. اهتمام بث الخبر إعلاميا وفضائيا بتفجير بيت الوالد، كان يضم العديد من الكتب والمراجع التاريخية. المكتبة كان أبوي مخليه شلون تقول وقف للطلاب للدكاترة للأساتذة في خدمة الناس. كانت الناس ما تقدر، المبالغ غالية والأمور يعني ما يقدرون يشترون الكتاب. ايش كان التوجه للكتب اللي فيها تاريخ؟ كلها تاريخية وحديث وإسلامية وتفاسير، يعني حتى بعض الدكاترة الماجستير يأخذون الكتب يقدمونها بدراساتهم الأطروحات. وتم تفجيرها. كان من وجهة نظرك كان التفجير مقصود؟ نعم، هو التفجير مقصود، يعني التفجير مقصود، ويعني أكثر ما مقصود. يعني أنا شخصيا أنا شفت على بعض المواقع كانوا يذكرون كنت أنت مستهدف. اي نعم. لأن هم حاربون حتى في بعض رزقنا في بعض مشاريعي، بس الحمد لله يعني الأمور تغيرت والأمور يعني اتجهت إلى الصح. دائما الخطأ له فترة وينتهي والصح يبقى.